أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في هذا الفيديو الجديد. لا تنسوا دعمنا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد من الأخبار المحلية والعالمية. في ظاهرة فلكية نادرة، يستعد العالم الإسلامي لتحري هلال شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1446 يوم الجمعة 28 من شهر فبراير عام 2025 وفقاً للحسابات الفلكية الصادرة عن مركز الفلك الدولي. ووفقاً للتقديرات، فمن المتوقع أن تعلن غالبية الدول الإسلامية عن بداية شهر رمضان المبارك يوم السبت الأول من شهر مارس، لتتزامن بذلك بداية الشهرين القمري والميلادي في اليوم ذاته، وهي ظاهرة نادرة الحدوث نظراً لاختلاف طول الأشهر بين التقويمين. وتشير الحسابات الفلكية إلى إمكانية رؤية الهلال باستخدام التلسكوب في غرب آسيا ومعظم مناطق إفريقيا وجنوب أوروبا، في حين ستكون رؤيته ممكنة بالعين المجردة من أجزاء واسعة من القارتين الأمريكيتين. وتعتمد العديد من الدول الإسلامية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية على الرؤية الشرعية بالعين المجردة لتحديد بداية شهر رمضان، بينما تلجأ بعض الدول إلى الحسابات الفلكية في هذا الشأن. وذكر مركز الفلك الدولي في بيانه أن القمر سيغيب في مكة المكرمة بعد 33 دقيقة من غروب الشمس، وسيكون عمره 15 ساعة و27 دقيقة. أما في القاهرة سيغيب القمر بعد 36 دقيقة من غروب الشمس وعمره 15 ساعة و39 دقيقة. وفي أبو ظبي سيغيب القمر بعد 31 دقيقة من غروب الشمس بعمر 14 ساعة و37 دقيقة، ما يجعل رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب فقط في هذه المدن. وأشار البيان إلى أن رؤية الهلال مستحيلة في المناطق التي تظهر باللون الأحمر على الخريطة المرفقة، حيث يغيب القمر قبل غروب الشمس أو يحدث الاقتران السطحي بعد غروبها. أما المناطق غير الملونة فلن تكون رؤية الهلال فيها ممكنة، سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب. في المقابل سيكون رصد الهلال باستخدام التلسكوب ممكنا في المناطق التي تظهر باللون الأزرق. أما المناطق التي تظهر باللون الزهري فستكون الرؤية ممكنة بالتلسكوب، وقد تكون ممكنة بالعين المجردة في حال صفاء الغلاف الجوي ووجود راصد متمرس. أما المناطق التي تظهر باللون الأخضر فستكون رؤية الهلال فيها ممكنة بالعين المجردة. ويأتي هذا الحدث الفلكي ليؤكد على التنوع في طرق تحري الأهلة بين الدول الإسلامية وسط ترقب واسع لحلول شهر رمضان المبارك الذي يحمل في طياته الكثير من الروحانية والتقارب الاجتماعي. أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في هذا الفيديو الجديد. لا تنسوا دعمنا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد من الأخبار المحلية والعالمية.